الاهتمام ما بيطلبش، كفايه كده على الفكره دي، لان الاهتمام بيطلب عادي. كل علاقاتنا اصلا قايمه على تبادل احتياجات ومشاعر ايا كانت العلاقه دي. كلنا محتاجين حب، محتاجين تقبل، محتاجين احترام، وبنحاسب بعض على معتقداتنا وافكارنا احنا. لا هو المفروض يعمل، لا هي المفروض تعمل، وده غلط. يمكن الواحد كبر وفهم وكمان درس ان احنا بنحاسب الناس على افكارنا مش على افكارهم. طب والحل؟ اننا نعرف ان الاهتمام بيطلب عادي، لانه عندي وعندك مختلف. انت فاكر ان الاهتمام ان انت تسيبني براحتي، تديني مساحتي، وانا عايزه الاهتمام انك تاخد بالك مني وتسال عليا على طول. وكذلك الحب، انا بقول هو ما حبنيش لانه عمل التصرف ده، وهو من وجهه نظره انه عمل التصرف ده من وجهه نظره علشان بيحبني. يبقى لازم نعرف ان احنا لازم نطلب. طب نعمل ايه؟ اول حاجه نتفهم اللي قدامنا، وكمان نتكلم معاه ونلتمس له الاعذار. تاني حاجه ومهمه جدا ان احنا نسمع كويس الطرف التاني ايا كان. عايزين تنجحوا اي علاقه حتى مع اولادكم، اسمعوهم كويس. تالت حاجه ان احنا نعبر عن مشاعرنا صح. يعني بلاش اروح اقول انت اللي زعلتني، لا، اتحمل المسؤوليه. انا اللي زعلت لاني ترجمت على افكاري انا مش افكارك، افتكروا دي. طيب انا زعلت، انا حسيت ان انا زعلت، حسيت بالغضب من التصرف بتاعك، من غير ما اطلق احكام، من غير ما اروح اقول له انت مهمل، انت ما عندكش مسؤوليه. لا خالص، انا اقول بس الموقف اللي حصل. يبقى اول حاجه انا هعمل ايه؟ انا هروح اقول انا زعلت من التصرف ده زي ما هو. تالت حاجه اطلب انا عايزه ايه، انا محتاجه ايه. محتاجه اهتمام، محتاجه حب، محتاجه احترام. واخر نقطه اقول شكل الاحترام اللي انا عايزاه. انا عايزاك تسال عليا، عايزاك تقعد معايا اكتر، عايزه نخرج مع بعض، لكن ما اروحش اقول له عايزاك تحبني وخلاص. عايزاك تحبني وخلاص يعني اعمل ايه؟ فدي الخطوات اللي تفكوا بيها طلاسم اي علاقه. وخدوا بالكم، وارد ان احنا كمان نكون مقصرين مع اللي قدامنا زي ما احنا فاكرين اللي قدامنا مقصر معانا. معاكم انجي الصايغ، بساعدكم في رحله التغيير. دمتم بصحه ووعي.